يعني بالنسبة للوضع السوري لا جديد تحت الشمس مع هذه السلطة التي اختارت أن يكون عهدها مطليا بالفوضى وبالتفكك المجتمعي والاحتقان الذي في تصاعد وازدياد باستمرار. والأعين الآن تتجه إلى التناقضات ما بين المجتمع السني خصوصا. هناك تقرير أمريكي سمعته مؤخرا يشير إلى وجود ميثاق سري ما بين الجماعات المتطرفة في سوريا، وأنه يتم التحضير لتنظيم على غرار داعش. يكون هذا التنظيم هو الذراع الخفي لهذه السلطة، والذي من خلاله يمكن أن تفعل السلطة وراء الستار ما تريد أن تفعله. التقرير يتخوف من أن التنظيمات المتطرفة المتشددة دينيا في سوريا يتضاعف نشاطها ويستمر بوجود هذه السلطة، سواء على مرأى تلك السلطة أو بتعاقد سري ما بين هذه السلطة وتلك التنظيمات. ثمة تنظيم أشبه بداعش يلوح في الأفق وفق هذا التقرير الأمريكي. وهذه عبارة عن إشارة تحذيرية من أجل أن يتم إعادة النظر أو يتم تقييم السلطة على نحو جدي، ويتم أيضا مراقبة هذه التنظيمات وتحركاتها، حيث أن هذا التنظيم يتغذى على اللا استقرار الموجود والذي فرضته الصراعات الأمريكية والإيرانية. وهذه التنظيمات سنية الطابع ستستغل حالة اللا استقرار في المنطقة من أجل أن تبني أنشطتها وتعيد تدوير عناصر داعش الذين لا يزالون على قيد الحياة أو الذين هم خارج السجون، والذين يستفيدون من وجود هذه السلطة. بمعنى آخر، يقومون بإعادة مراجعة شاملة لتحركاتهم، ومن أجل أيضا أن يقوموا بتقوية نفوذهم في المجتمعات المهددة بالفقر، وكذلك عبر الاستفادة من حالة الفقر الموجودة في سوريا أصلا. ونحن لا ننكر دائما أن الفقر، أن ازدياد أو اتساع بؤر الفقر يؤدي إلى نمو التطرف. لاحظنا ذلك في العراق، لاحظنا كيف أن طبيعة المنظومة الطائفية للحكم العراقي جعلت المكون السني يتجه، خاصة نخبه الشابة، تتجه لمبايعة تنظيم داعش. وهنا أيضا نجد أن التناقض ذاته والذي أفرزته سلطة الجولاني ما بين المكون السني ذاته سيؤدي إلى نمو بؤر التطرف بالتزامن مع توسع حالة الفقر، ومع بقاء العديد من المشاكل ما بعد سقوط نظام بشار الأسد بلا حل. هذه المشاكل باقية كما هي، لا توجد معالجة، إذ كلما رأى نظام الجولاني أن ثمة احتجاج وتصاعد شعبي يقومون مباشرة بتغطية هذا التذمر وهذا الاحتقان الشعبي، وذلك من خلال إقامة بعض المحاكمات، مسرحية المحاكمات على غرار مسرحية محاكمة النظام العراقي، رموز النظام العراقي البائد. يلجأ نظام سلطة الجولاني إلى اتخاذ من مسرحيات المحاكمة، محاكمة رموز بشار الأسد، كتغطية على
جرائمها وسكوتها عن كم الفساد الذي يحدث، كم جمع الأموال ووضع اليد على موارد سوريا، لأنها تعلم أن هذه السلطة أن وجودها مؤقت، وأنها يجب أن تدخر كل ما ينبغي، ما يجب أو ما تستطيع ادخاره من أجل إذا ما خرجت من الحكم أن تخرج وجيوبها ممتلئة بالمال. هذا ما استخلصته والسلطات، إن كل سلطة جديدة لا شك بأنها ستعتبر بأن كل وجودها هو مؤقت، وأنها يجب أن تستغل هذا الوجود لأقصاه من أجل أن تجمع المال وتسرق من هذا الشعب. نحن نجد أيضا أن رقعة الاحتجاجات الشعبية تصاعدت حتى في شمال شرق سوريا، في المناطق الكردية، نتيجة بعض الاتفاقات التي أجريت والتي فرضت من الجانب الأمريكي والتركي على على الجولاني، وكذلك على قوات سوريا الديمقراطية وما تبقى من قوات سوريا الديمقراطية أو ما تبقى من الإدارة الذاتية. وهذا الاتفاق بالضرورة شكل أزمة اقتصادية تتفاقم باضطراد مع مرور الوقت. نجد هذه الاحتجاجات على الغلاء، على ارتفاع أسعار المعيشة، على الجوع، على على الأجور المتدنية وهلم جرا. إذا نجد أن المشهد السياسي يعيش حالة من انسداد اقتصادي معيشي وخدمي. هذا سيشكل بالضرورة أساسا لوجود تنظيمات راديكالية متطرفة تستفيد من هذا الاحتقان الشعبي من أجل أن تظهر مجددا. موضوع الحرائق بالساحل بالدير، منطقة الدير أو طبعا هو جزء يمكن ينظر إليها من نقطتين، من ناحيتين. الناحية الأولى أنه باعتبار وقت هو توقيت وقت صيف، والحرائق شيء شائع بكل الأماكن، خاصة بالمناطق اللي بيكون فيها غابات أكثر. ممكن واحد ينظر للموضوع من هي الزاوية، وهي الزاوية هي زاوية تمويهية. يعني ممكن صح الصيف هي وارتفاع درجات الحرارة هي أحد العوامل اللي بتسبب حرائق، ولكن كمان إذا بدنا نحكي عن وضع السوري ووضع المكون العلوي اللي عايش بهي المناطق كمكون علوي أقلياتي غير الحرائق اللي بالساحل. صار في حرائق حديثا بمنطقة دير الزور، حرقوا محاصيل القمح. ما بعرف إذا ما سمعت فيها، سمعان بالحرائق اللي صارت. الخط عندك عم يقطش بعتقد. حرائق صارت بمحاصيل القمح بمناطق الجزيرة. المناطق الشرقية خاصة بمناطقنا كمان هي مناطق بالضبط، هي المناطق الجزيرة ومناطق الشرقية عموما هي مناطق بيتم فيها حصد الموسم بمثل هذا الوقت، والحرائق فيها في الغالب مفتعلة. الهدف هو تخريبي، والهدف هو تجويع العالم من خلال افتعال هذه الحرائق. يعني الساحل، المناطق بشكل عام، مناطق السورية خصوصا بالمناطق ذات اللي بتعتمد على هي المحاصيل من أجل معيشتها ومعيشة حياتها، لأنه هي يعتبر القمح يعني الحبوب بشكل عام هي كوا عم يقول لك الهدف هو استيراد الطحين التركي للمجتمعات الزراعية. شوف كوا عم يقول لك أن الهدف طبعا إذا صار في حرائق هذا عموما راح يخلي الناس تتجه نحو الاستيراد،
وهذا هو الهدف وراء افتعال هذه الحرائق، انه يكون في تجويع، في تدمير للبنيه التحتيه، للبنيه الغذائيه للمجتمع السوري، حتى هذا المجتمع يظل مدين للخارج، خصوصا التركي. تركيا هي المستفيد الأكبر من حدوث أي تدهور أو تدني في مستوى الحياة في سوريا. تركيا هي المستفيد الأكبر والراعي لما يسمى بمشاريع التنمية. أعتقد أنه كنا نحكي عن هذا التنافس السعودي التركي حول سوريا، ولكن اليوم هي الكلمة فصل لتركيا بلا منازع. تركيا الآن هي المتحدث أو الناطق أو المندوب السامي عن سوريا بمباركة ترامب، بمباركة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأي شيء أو أي بادرة أو أي محاولة للنهوض بهذا البلد ليس من مصلحة الوجود التركي. لهذا ستسعى تركيا جاهدة على تطبيق مبدأ الأرض المحروقة على سوريا كافة، من الساحل إلى الشمال. الهدف من تفقير الشعب، الهدف منها امتلاك الأراضي، السيطرة على الموارد. رأينا ما فعلته تركيا في غمر القرى الشرقية القريبة من الرقة ودير الزور بالمياه، وهذه خطة معروفة. يعني أزمة المياه ما بين تركيا وسوريا وما بين تركيا والعراق قديمة ومتجذرة ولم تحال حتى الآن، وهي ورقة ضغط تهدد بها تركيا متى ما تشاء هذه الدول بغرض ابتزازها. أيضا لتركيا تركيا تبتز أوروبا بموضوع اللاجئين، تستطيع إغراقها باللاجئين متى ما تشاء، وتستطيع أيضا أن تتعامل مع هذه الورقة وفق ضرورات مصلحتها الخارجية. تركيا اليوم هو مصدر مهدد، وهي قابلة أن تكون بديلا عن إيران في المنطقة على المدى غير المنظور. تركيا لديها أوراق تستطيع أن تلعب بها، لديها أيضا قوى تنوب عنها بالوكالة وتحارب في المناطق التي تريدها. حاربت في أذربيجان، حاربت أرمينيا في منطقة قرباغ، وذهبت لمحاربة طوات حفتر ليبيا. إذا لدى الأتراك قوى بالوكالة، ولديها قدرة على تجفيف المناطق التي تريدها، وعلى استخدام القوى المحلية كيفما تشاء. مثلا رأينا جماعة في سريكانية في رأس العين تهدد الكرد بمغبة العودة إلى مناطقهم في رأس العين، وهذا ليس بمعزل عن أوامر تركيا. تركيا أيضا تريد أن بشكل أو بآخر أن يكون هناك تغيير ديموغرافي. إنها لا تستطيع الآن التحرك بشكل مباشر تجاه الدروز، كون تمنع ذلك، وكون السويداء هو جزء من منظومة أمن الحدود. لهذا الإسرائيلية، لهذا لا تستطيع تركيا أن تتمادى وأن تحقق بعض من أغراضها في منطقة الجنوب السوري، لكنها تستطيع، ومن خلال الضوء الأخضر الذي أعطته له توم باراك، الذي كان سفيرا أمريكيا في أنقرة وبعدها أصبح حاليا هو المندوب الأمريكي في كل من سوريا والعراق. هذا يعني أن تركيا تستطيع أن تلعب ضمن هذه المساحة، وأن تمارس
تمارس ما تريده ضمن صلاحياتها الواسعة التي تمدتها من وجود ترامب في الحكم. نعم، ما يحدث في الساحل وما يحدث في من افتعال حرائق إحراق المحاصيل الزراعية في المناطق الشرقية والشمالية وخطة مفتعلة الغرض منها تهجير السكان، تغيير ديموغرافي، تجويع المجتمع السوري، ووضع الحكومة الجديدة ضمن خيارات محدودة جدا تتجه للتعامل الرسمي والقانوني مع الدولة الوحيدة التي لا منال لها وهي تركيا. قسد لم تدخل الاتفاق من موقع المنتصر. هذه هي النقطة الأساسية التي أحب أن أركز عليها. لو كانت قسد ما تزال تسيطر على كامل شرق الفرات مع استمرار الدعم الأمريكي الكامل، فمن غير المرجح أنها كانت ستقبل اندماجا بهذا المستوى. الاتفاق جاء بعد تغير ميزان القوى وليس نتيجة تغير إيديولوجي. الولايات المتحدة الأمريكية أعادت ترتيب أولوياتها. خلال السنوات الماضية كان المشروع الكردي في شمال شرق سوريا قائما على ركيزتين: الحماية الأمريكية وضعف الدولة السورية. عندما بدأت واشنطن تنظر إلى استقرار سوريا الجديدة باعتباره أولوية أعلى من استمرار كيان شبه مستقل، أصبح واضحا لقسد أنها لن تحصل على دعم غير محدود إذا اندلع صراع شامل. هذا لا يعني أن واشنطن تخلت عنها بالكامل، وإنما أعادت تعريف مصالحها. منذ سنوات أعلنت أنقرة أن وجود قوة عسكرية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني على حدودها هو خط أحمر. ومع تغير النظام في دمشق أصبح من الممكن لأول مرة أن تتفق دمشق وأنقرة ولو جزئيا على هدف واحد، وهو إنهاء أي استقلال عسكري لقسد. وهذا وضع القيادة الكردية، هذا وضعها أمام معادلة صعبة: القتال ضد دمشق أو مواجهة تركيا مع غياب ضمانة أمريكية كاملة. وهذا وضع يكاد يكون مستحيلا عسكريا. قسد اختارت الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. في العلوم السياسية يسمى ذلك التراجع المنظم، بدلا من خسارة كل شيء: المؤسسات، الإدارة، الموظفين، التعليم، بعض الخصوصية الثقافية. حاولت تحويل الصراع من حرب عسكرية إلى مفاوضات سياسية. قد ينجح هذا وقد يفشل، لكنه كان خيارا أقل تكلفة من حرب مفتوحة. والاتفاق لا يعني أن كل شيء انتهى. كثيرون ينظرون إلى الاتفاق وكأنه نهاية المشروع الكردي، لكن تاريخيا كثير من الحركات السياسية انتقلت من الإدارة المستقلة إلى أشكال مختلفة من اللامركزية أو الإدارة المحلية. السؤال الحقيقي ليس توقيع الاتفاق، بل كيف سيتم تطبيقه. فهناك فرق كبير بين دمج يحفظ الحقوق الثقافية والإدارية أو دمج ينتهي بإلغاء كل مؤسسات الإدارة الذاتية. حتى الآن لا توجد إجابة نهائية. الأقليات تشعر بقلق مفهوم، ليس الكرد فقط: السريان، الآشوريين، العلويين، الدروز، بعض العشائر. لكن هذه المكونات شاركت خلال سنوات في نموذج سياسي مختلف، وهي تخشى أن تفقد الضمانات التي كانت تتمتع بها. أنا أعني الأقليات التي كانت تعيش مع الكرد. لكن في المقابل يرى آخرون، ومن بينهم بعض الدروز ومن بينهم بعض العلويين، أن وجود دولة مركزية مستقرة قد يوفر حماية أفضل إذا التزمت الدولة بحقوق المواطنة لجميع المكونات. السؤال هنا: هل أخطأت قيادة قسد؟ طبعا ثمة انقسام. هناك رأيان رئيسيان حسب متابعتي الطويلة بهذا الموضوع. الرأي الأول يقول أن القيادة تأخرت سنوات في التفاوض مع دمشق وهي في موقع قوة.
ولو فعلت ذلك قبل تغير الموازين لحصلت على مكاسب أكبر. أما الرأي الثاني فيقول أن القيادة لم يكن أمامها خيار حقيقي، لأن دمشق كانت ترفض أي صيغة للحكم الذاتي، وبالتالي لم يكن هناك اتفاق يمكن التوصل إليه. من الصعب هنا جزم أي الرأيين أصح. أنا لا أميل لكلا هذين الرأيين. أقول أن القيادة الحالية أرغمت بغياب الضمانة الأمريكية على أن تجلس وتتفق على ما يمكن الاتفاق عليه. ما الذي خيب آمال كثيرين؟ ليس مجرد الاندماج، بل السرعة التي تغيرت بها الوقائع. فخلال فترة قصيرة انتقل الخطاب من الحديث عن إدارة ذاتية طويلة الأمد دمج القوات والمؤسسات ضمن الدولة. هذا التحول السريع أحدث صدمة لدى مؤيدي المشروع، وأثار شعورا بأن الضمانات الدولية لم تكن راسخة كما كان يعتقد. إذا نظرنا إلى ما حدث بمنطق موازين القوى، فإن الاتفاق يبدو أقرب إلى تسوية فرضتها الظروف أكثر من كونه خيارا مثاليا لأي طرف. قسد واجهت ضغوطا عسكرية وإقليمية ودولية متزامنة، بينما رأت الحكومة السورية أن الفرصة أصبحت مناسبة لإعادة بسط سلطة الدولة على كامل البلاد. أما نجاح الاتفاق أو فشله فسيتوقف على تنفيذه عمليا، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق السياسية والثقافية والإدارية للمكونات المحلية، وليس على نصوصه وحده.